السلام عليكم، معكم أفنان. اليوم هنحضر مع بعض خبز الموز أو كيكة الموز. هي وصفة رائعة جدا من الكيكات الهشة واللي بتدوب بالتم. ممكن نحشيها نوتيلا أو زبدة الفستق أو زبدة اللوز. استخدمت نفس العجينة وعملت مفن الموز، طلعت بتجنن، لازم تجربوها. تابعوا معي لنشوف كيف راح أعملها. لتحضير خبز الموز راح نحتاج كوب زبدة بحرارة الغرفة، كوب سكر، 2 موز مهروس، 2 بيض بحرارة الغرفة، معلقة فانيليا، كوب زبادي أو سوار كريم، معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج صودا، رشة ملح، و2 كوب طحين. في الخلاط الكهربائي هنحط الزبدة اللي بحرارة الغرفة وهنضيف إلها السكر ونخلطهم مع بعض لغاية ما يندمجوا ويصير لونهم فاتح شوي. أول ما يبدأ يتغير لونه ويندمجوا مع بعض هنضيف له الموز المهروس والبيض والفانيليا. طبعا هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وهنحط رف الفرن في النص. هنشغل الخلاطة ليندمج البيض والموز مع السكر والزبدة بشكل منيح. بعدين هنضيف الزبادي ونخلط مرة تانية لغاية ما يندمجوا مع بعض. في هذه الأثناء احنا هنخلط المكونات الجافة مع بعض، الطحين، الملح، البيكنج باودر والبيكنج صودا مع بعض ونضيفهم بالتدريج ونشغل الخلاطة لغاية ما يختفي الطحين معانا. مش هنخلط كتير، بس مجرد انه يختفي معنا الطحين. ممكن تضيفوا بعض التوابل زي قرفة، حبهان، قرنفل، هذه بيرجع لكم. ممكن كمان تضيفوا المكسرات المحمصة زي اللوز، الجوز، الصنوبر. هندهن صينية الخبز بالزبدة، بعدين هنضيف العجينة ونفردها بشكل منيح ونضغط عليها ونطلع الهواء لأنها هتنفخ مع الخبز. ممكن ترشوا على وجهها شوية سكر إذا حبيتوا، أو ممكن تحطوا زبدة فستق أو زبدة لوز. استخدمت نفس العجينة للمفن. جبت صينية الكب كيك، وزعت فيها ورق الكب كيك ووزعت بمعلقة الآيس كريم. هندخلها الفرن تنخبز على حرارة 180. طبعا بالأول هنشغل بس من تحت لمدة تقريبا نص ساعة، بعدين هنشغل من فوق عشان تتحمر. بعدين لما نطلعها من الفرن هنتركها تبرد 10 دقايق، بعدين نقطعها. وصحتين وعافية عليكم. جربوها وشاركوني بتجاربكم على الانستغرام، هستنى صور منكم كتير بنبسط فيها. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي. استنوني بالفيديو الجاي. مع السلامة.